السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنستكمل كشف علي بن أبي طالب من جانب آخر مهم جدا، وهي ما حدث في أحداث سقيفة بني ساعدة. سقيفة بني ساعدة دي اللي هو بعد وفاة الرسول أو أثناء وفاة الرسول. طبعا في الأنصار احنا عارفين ان في مهاجرين وفي أنصار. المهاجرين اللي هم كان سيدنا محمد وأهل قريش لما راحوا المدينة، والأنصار اللي هم أهل المدينة. فلما توفى الرسول عليه الصلاة والسلام، خد بالك من الملاحظ اللي احنا هنقولها علشان مهمة جدا، لأنها تكشف لنا جانب مهم جدا في علي بن أبي طالب. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما توفى، طبعا هو توفى في المدينة، فأهل المدينة اللي هم الأنصار، اللي هم مين؟ الأنصار اجتمعوا لوحدهم بسرعة كده، وقرروا يختاروا مين من ما بينهم مين هيكون الخليفة بعد الرسول عليه الصلاة والسلام ويتولى خلافة المسلمين، من غير ما يرجعوا للمهاجرين اللي هم قريش. فطبعا كان علي بن أبي طالب في الموضوع ده كان قاعد جنب الرسول لما توفى، ومش على باله خالص، مع انه كان هو يعني كان بيسعى للخلافة، وان هو كان فاكر ان هو الأحق بالخلافة بعد الرسول، وانه يتولى الخلافة من الرسول، واحداث غدير خم ومش غدير خم، وان الرسول كلفه ان هو اللي يكون الخليفة بعده، عشان تعرفوا ان كل دي أكاذيب. فلو كان أحداث غدير خم ديت الشيعة بيروجوا لها على طول وعايشين عليها إن هي صحيحة، كان علي بن أبي طالب سارع وراح للأنصار قبل أبو بكر وعمر علشان يدافع عن حقه وعلشان ياخد الخلافة، لكن ما كانش يدرأ عن أي عن شيء خالص، يعني كأنه كان في غيبوبة تامة وفي دنيا تانية، ومش على باله ومش مركز في أي حاجة. فمين اللي خد باله وكان ليه عيون وكان ليه يعني زي المخابرات كده؟ كان أبو بكر وعمر، لأن هم كانوا رجال دولة، رجال يصلحوا مدربين على قيادة الأمة الإسلامية. فعرفوا بسرعة باجتماع الأنصار، يعني خد بالك شوف الفرق ما بين أبو بكر وعمر وعلي بن أبي طالب. أبو بكر وعمر يعني خدوا خبر بسرعة وجالهم الخبر بسرعة باجتماع الأنصار علشان يقرروا مين الخليفة بعد الرسول، لكن علي بن أبي طالب مش في دماغه، مش داري بأي حاجة. فالمهم صارع أبو بكر وعمر وراح كانوا طبعا مجتمعين في سقيفة بني ساعدة في المدينة المنورة، وراح للأنصار لقوا مجتمعين فعلا وبيختاروا خليفة. فتدخل أبو بكر وعمر وأنهوا الموضوع في عدد ساعات قليلة، وحسموا الموضوع بدون أي نزاع وبدون خلافات، وأقنعوا الأنصار أن الخلافة لازم تكون ما بين أهل مكة، وأن الأولى بالخلافة أبو بكر الصديق، وأن هو اللي يتولى الخلافة، وقبلوا بذلك. وكل في أثناء هذه الأحداث علي بن أبي طالب ليس له أي وجود وليس له أي دراية بالموضوع، وقاعد فقط في المدينة. طيب في برضو أقاويل عند الشيعة بيروجوا يقول لك إن أبو بكر وعمر تركوا الرسول متوفي لمدة 3 أيام، لدرجة إن هو ريحته طلعت وجسمه يعني بدأ يعني يطلع منه ريحة، لأنه اتأخر في الدفن، ونتيجة إن الجو حر وكلام من ده. الكلام ده مش صحيح. ليه؟ لأن أحداث سقيفة بني ساعدة ده ما خدش ساعات، وحسم في نفس اليوم، يعني في نفس اليوم حسم، وتولى أبو بكر الخلافة، وأعلنوا عن ذلك يعني تولية علنية في المسجد تاني يوم. وكانت عملية دفن الرسول كانت عملية إجراءات فقط، لأن الناس كانت بتصلي عليه، وكانت يعني شيء طبيعي، لم يتعمدوا في تأخير
دفنه، وانه مش عارف جسمه يطلع منه ريحه وكلام ده، كل دي اكاذيب، لان كل ده كان محسوب. وكان خدوا بالكم من خطوره الموقف، ان علشان ما يحصلش فتنه بين المسلمين كانوا لازم يحسموا موضوع الخلافه، لان الخلافه ده امر مهم جدا، ان يكون للمسلمين ولي امر يديرهم في حادث مهم جدا زي وفاة الرسول ودفنه وكلام من ده. يعني تخيل ما كانش في حد متولي الخلافة ومش متفقين على حد، وهيعملوا ايه في هذه الاحداث؟ لازم يكون في ولي امر يؤمر وينهي وينظم الدنيا. فمين اللي شعر بالموضوع ده واهميته؟ هو ابو بكر وعمر. لكن علي، حتى لما ابو بكر وعمر، عشان تعرفوا ان ما كانوش بيهتموا قوي بعلي بن ابي طالب، وما كان يعني كان شخصيه هامشيه بالنسبه للصحابه، ان ابو بكر وعمر ما اهتموش بعلي، ان هو مثلا كانوا ممكن ياخدوه معاهم. وحته بقى الاكاذيب، ان يقول لك ده علي بن ابي طالب كان قاعد جنب الرسول بيكفنه وبيغسله مهتم بيه، الكلام ده كلام يعني لا يمت للواقع يعني بصله، لان يعني عمليه التغسيل والكفن والحاجات دي ما تاخدش وقت كتير. يعني كان ممكن الكلام ده يحصل فعلا وكل حاجه وياخدوه معاهم ويروحوا، لكن هم تجنبوه تماما ومش في حساباتهم. يعني هم حتى مش قصدهم ان هو مثلا يأذوه او كده، لا هو اصلا مش على بالهم. ليه؟ لانه هو اصلا شخصيه مش ذات تاثير ولا ذات اهميه، اللي هو علي بن ابي طالب، ولذلك ما جاش في بالهم. لكن ابو بكر وعمر كانوا طبعا دول رجال الدوله الاقوياء، اللي كانوا اليد اليمنى للرسول عليه الصلاه والسلام، فهم اللي كانوا بيحسوا بآلام الامه الاسلاميه واهتماماتها واحتياجاتها وكده. فعرفوا على طول اهميه الموقف لما الانصار اجتمعوا علشان يختاروا خليفه بينهم وبين بعض، بدون ما ياخدوا رأي أهل قريش اللي هم المهاجرين. فشعروا بالخطورة والأهمية، فجريوا وراحوا حسموا الموضوع وخلصوه في ساعات قليلة، يعني ما خدش وقت كبير في نفس اليوم. وتاني يوم أعلنوا الخلافة رسمي لأبو بكر الصديق. ثم بدأت إجراءات دفن الرسول عليه الصلاة والسلام. وخدوا بالكم من نقطة مهمة جدا عايز ألفت نظركم ليها، علشان تعرفوا إن موضوع غدير خم ووعد الرسول لعلي بن أبي طالب إن هو يمسك خليفة من بعده، كل ده كلام كذب. إن الأنصار ما عملوش أي اعتبار لعلي بن أبي طالب، واجتمعوا في الأول علشان ياخدوا خليفة منهم هم. يعني لو كان موضوع غدير خم ده ووعد رسول علي بن ابي طالب بهذه الاكاذيب ان هو يمسك الخليفه، كان الانصار كان راحوا ولوا علي بن ابي طالب علشان يلتزموا بكلام الرسول عليه الصلاه والسلام. لكن هل ده برضو نوع من الطعن في حتى الانصار والمهاجرين، وطعن في كل الصحابه وكل المسلمين ان هم خانوا علي بن ابي طالب؟ الكلام ده طبعا مش طبيعي. ده اكبر دليل اهوت ان غدير خم ده كان أكذوبة كبيرة واتفهم غلط، والرسول ما وعدش علي بن أبي طالب بالخلافة ولا حاجة، ولا كان يستحق الخلافة. عشان تعرفوا ان الشيعة المجوس والمتشيعين ما بيننا في مصر مثلا وغير مصر، زي الأزهرية والناس دول اللي هم الشيعة المتخفيين، يروجوا يعني حاجات غير حقيقية علشان يخدموا علي بن أبي طالب ويأذوا أبو بكر الصديق وعمر. يعني كانوا يدونا صورة لحد دلوقتي إن علي بن أبي طالب هو اللي كان مهتم بالرسول وقاعد جنبه ومش عارف إيه. طيب في حاجة يعني علشان تعرف إن هم كذابين، وإن علي بن أبي طالب ما كانش لا يهمه الرسول ولا يهمه أي حاجة، وكان عايش في حياته الخاصة كده وفي مش داري بأي حاجة. لو هو كان شايف هو قاعد ملازم الرسول وهو متوفي قاعد جنبه، طيب لما قعد 3 أيام وبدأ يشم الريحة بتاعت الرسول تطلع علشان اتأخر في الدفن، طب ليه هو علي بن أبي طالب ما سارعش وأخذ الرسول ودفنه؟
ما هو كان كده، كان كل الناس هتعذره ان هو ياخده حتى بدون وجود ابو بكر وعمر، ولو ما كانوش موجودين، لان هو بيصور لك ان ابو بكر وعمر كانوا سايبين الرسول وماشيين في بلد تانية لا، الكلام ده كله كان في المدينة على بعد امتار من وفاء من بيت السيدة عائشة. ما هو توفى في بيت السيدة عائشة واندفن جوه بيت السيدة عائشة، اللي هم الشيعة المجوس بيطعنوا فيها ويقول لك عليها افظع الاتهامات، اندفن جوه الحجرة بتاعتها. فليه السؤال هنا، ليه علي بن ابي طالب لو كان كلامهم صادق ما دفنش الرسول بسرعة وحفظ كرامته؟ لو كلام صحيح ان ابو بكر وعمر ما اهتموش بيه ورموه وسابوه يطلع ريحته وكلام من ده، فين دور علي بن ابي طالب هنا؟ ليه سابوا برضه ال3 ايام زي ابو بكر وعمر ولم يتخذ اجراء؟ وخصوصا ان هو بيقول لك ان هو كان شجاع، يعني بيوهمك ان علي بن ابي طالب ده كان اشجع الشجعان وحيدره واسد الاسود، ويضرب الواحد مش عارف ضربه واحده يقسمه نصين. فين دوره هنا بقى؟ ليه كان خانع وساب الرسول جنبه يعني متوفي، لدرجه ان ريحته طلعت، ومنتظر ان ابو بكر وعمر هم اللي يجوا يدفنوه؟ ما كان يدفنه هو، مش هو ابن عمه اقرب واحد ليه وجوز بنته؟ كان هو الاولى ان هو يدفنه. طب ليه ما دفنوش وسابوا 3 ايام؟ السؤال ده لازم تحددوه، حد من المشايخ الخونة يرد عليه، او المتشيعين او الشيعة يرد عليه. ما هو هنا علي بن ابي طالب عليه علامة استفهام في هذا الموقف. فخلاصة الموضوع يعني ده يدينا دلالات على ايه؟ دلالات على ان علي بن ابي طالب كان بيتاجر بالرسول نفسه، يعني بعد كده تاجر بيه، وادعى ان هو اللي كان قاعد جنبه وكان بيغسله وبيكفنه ومش عارف ايه، وفي الاخر يتهم ان ابو بكر وعمر ان هم سابوه 3 ايام. طب ما كان في عهدتك انت، كان معاك انت بين ايديك انت، ليه ما دفنتوش؟ طالما انت مش لاقي التانيين موجودين، هل كانوا هيحاسبوك؟ ما كانوش هيحاسبوك، بدليل ان هم ما حاسبوش يعني ابو بكر وعمر ما حاسبوش علي بن ابي طالب لما دفن مراته فاطمه سرا بالليل من غير ما الصحابه تعرف، وما فيش حد من الصحابه لا مشي في جنازتها ولا في اي حاجه، وحتى اخفى القبر بتاعها. هل حاسبوا علي بن ابي طالب؟ سابوه، لان هم عارفين ان هو شخصيه يعني لا دماغ لوحدها وبيتجنبوه. انا بقول لحضرتك موقف اهو، يعني علي بن ابي طالب كان ممكن يدفن الرسول عليه الصلاه والسلام بما انه ابن عمه وابو زوجته، وكان هيحفظ الرسول ان هو يدفنه بسرعه عشان ريحته ما تطلعش زي ما بيدعوا. ما كانش حد هيقدر ياخد معاه اي اجراء، ما كانوش هيحاسبوه على هذا، لانه كان هيبقى صحيح 100%. لكن الحقيقه غير ذلك، الرسول عليه الصلاة والسلام اندفن في التوقيت الطبيعي ولم يتم إهماله أبدا من أبو بكر وعمر. لكن هو ربط بقى عملية أحداث السقيفة وأخذ الخلافة بأن هم سابوا الرسول ميت ومتوفي وريحته طلعت وجو حر ومش عارف ايه هذه التخاريف، علشان يلقي بسهامه سهام علي بن ابي طالب تجاه ابو بكر وعمر، لانه كان بيكره الصحابه جدا. علي بن ابي طالب كان مش بيكره بس فقط ابو بكر وعمر، لا بيكره جميع الصحابه وبيكره المسلمين. ايه الدليل؟ الدليل اللي هو ما فعله بعد ذلك لما فشل برضه في اخذ الخلافه واخذها منه ابو بكر ثم عمر ثم عثمان، بدا يتآمر وياخد الخلافه بالقوه، وتآمر على عثمان بن عفان وقتله واخذ الخلافه. ولما تمكن من الحكم وبقى اصبح عنده جيش من هؤلاء القتله اللي قتلوا عثمان كانوا فئته، بدا يقتل في المسلمين والصحابه والتابعين قتل يعني بشراسه. عمل معركه الجمل قتل فيها حوالي 6000 من الصحابه والتابعين، ومعركه صفين قتل فيها حوالي 70,000 مسلم في خلال 9 أيام.
ومعركة النهروان قضى على 4000 في ساعات قليلة. يعني شوف، ده كل دي حروب ضد الصحابة. كان الناس اللي هم بيحاربوا دول كانوا لسه صحابة، وفي تابعين، وكان أكترهم صحابة. وعلي بن أبي طالب لم يبقي عليهم، وقتلهم، وعمل فتن رهيبة بين المسلمين، وشق الصف الإسلامي ما بين شيعة وسنة، ودمر الإسلام والمسلمين حتى هذه اللحظة اللي أنا بكلم حضرتك فيها. فلازم نعرف حقيقة علي بن أبي طالب وخطورته. لازم الناس تعرف حقيقته، علشان ده تم خداعنا، أكتر واحد تم خداعنا في شخصيته. ويقول لك ده كرم الله وجهه، إنه هو مش عارف سيد شباب أهل الجنة، هو وأولاده الحسن والحسين اللي هم اشتركوا معاه في نفس هذه الجرائم وقتل المسلمين. الحسن والحسين لم يمنعوا أبوهم علي بن أبي طالب في قتل المسلمين وسفك دماء المسلمين وتقسيم المسلمين، ما منعهوش نهائي. وموضوع ان مش عارف بقى في احاديث وروايات ومش عارف، كل دي اكاذيب بتخدم علي بن ابي طالب والحسن والحسين. ليه؟ لان قلنا الشيعة حكموا المسلمين اكتر ما السنة حكموا المسلمين. يعني الشيعة حكموا المسلمين حوالي 800 سنة، من 1400 اطرح الباقي، دي عدد السنين اللي حكمت المفروض يعني السنة. وبالرغم من ذلك كان بيبقى متغلغل داخل أهل السنة متشيعين زي حاليا احنا دلوقتي في مصر مثلا. هديك مثال على مصر، مين اللي بيحكم مصر دلوقتي؟ انت متوقع مين اللي بيحكم مصر؟ هم الشيعة دلوقتي، بدليل ان هم بيروحوا جابوا البهر الشيعي الفاطمي علشان يفتتح الأضرحة، وكل شوية يجيبوه ويحبوه وكلام من ده. يعني هو الرجل الأول دلوقتي اللي بيرحبوا بيه في مصر حاليا. بيروحوا يجيبوا البهرة علشان يفتتح الأضرحة، وهو ده يعني البركة بتاعته. ومن اللي متحكم في مصر اللي هم الصوفية. يعني الرئيس دي معلومة مش مخفية، يعني مش سر يعني أو طعن فيه. الرئيس السيسي ما هو صوفي، والصوفية أساسا شيعة فاطمية، وهم الإخوان المسلمين. يعني اللي بيحكمنا الإخوان المسلمين، وإن ادعوا غير ذلك وبيدعوا إن هم بيحاربوا الإخوان، كلام ده غير صحيح. لأن الشيعة هم الصوفية، هم الإخوان المسلمين، إخوان حسن البنا. والدليل إن الإخوان هم الصوفية إن حسن البنا كان صوفي حصافي شاذلي، كان شيخ طريقة، كان واخد العهد من شيخ اسمه محمد الحصافي، عبد الوهاب الحصافي، وكان شيخ طريقة، كان صوفي. ده حاجة معروفة، وكاتب في مذكرات الدعوة والداعية إن جماعة الإخوان حقيقة صوفية. راجعوا الكلام ده. والصوفية هم الشيعة الفاطمية متخفيين، لأن صلاح الدين الأيوبي، قلت الكلام ده كتير. صلاح الدين لما قضى على الدولة الفاطمية، الناس الكبيرة هربوا راحوا الهند، زي البهرة اللي بيجي دلوقتي ده من أحفادهم. وعامة الناس اللي هم تشيعوا تخفوا بين الصوفية وسيطروا عليها. ثم سنة 1924 لما سقطت دولة الخلافة، نظموا الصوفية دي اللي هم أساسا الشيعة الفاطمية في صورة تنظيم الإخوان المسلمين بقيادة حسن البنا. مين اللي عمل التنظيم ده؟ نظموا كده اللي هي انجلترا وفرنسا، وطبعا من خلفهم اليهود على طول. يعني اما نقول انجلترا وفرنسا او النصارى، يبقى من خلفهم على طول اليهود علشان يدمروا الاسلام. فالشيعة الفاطميين متخفيين في الصوفية في الاخوان المسلمين، وهم اللي بيحكمونا حاليا من ثورة 23 يوليو سنة 1952 بتاعة جمال عبد الناصر، اللي هم الضباط الأحرار. هم دول الشيعة، هم دول الإخوان. يعني كان تنظيم الضباط الأحرار ده كان تنظيم إخواني صرف. وقلنا الإخوان صوفية، حسن البنا كان صوفي حصاف زي ما قلت لحضراتكم، وإن جماعة الإخوان حقيقة صوفية. وحتة بقى إن الضباط الأحرار انقلبوا على الإخوان، الكلام ده مش صحيح. هو لازم يمثل لك إن هو انقلب. ما فيش إخواني بيصرح إن هو إخواني، بيستخدموا التقي على أعلى مستوى. فعمره ما يصرح لك إن هو إخواني علشان يقدر يجاري الموضوع ويقدر يسيطر على الناس ويسيطر على الدولة ويسيطر على الجيش. لكن هم الإخوان
هم اللي بيحكمونا من سنة 52، من ثورة 23 يوليو 52 حتى هذه اللحظة اللي أنا بكلمك فيها، وهم دول الشيعة الفاطمية. فاللي بيحكمنا دلوقتي الشيعة الفاطمية، علشان تبقوا عارفين. بإيه الدليل كمان؟ أجيب لك دليل إن العاصمة الإدارية الجديدة اللي هي معمولة ديت، المسجد اللي فيها اللي هو الفتاح العليم، مبني على الطراز الفاطمي. الطراز الايه؟ الفاطمي. والقياده دلوقتي مهتميه برجوع المعالم الفاطميه، ويقول لك القاهره الفاطميه والاضرحه وعباده الاوثان والحاجات ديت اللي هي بتاعت الشيعه. وانا بقول لحضراتكم انا اتوقع قريبا هيعلنوا ان مصر شيعيه من تاني قريب، بس اما العمليات تستتب ويتمكنوا من المشاريع بتاعتهم ويخلصوا المشاريع بتاعتهم. الكلام ده هنسمعه قريب وهتفتكروا هذا الكلام. فعلي بن ابي طالب، نرجع تاني، ما هم دول اتباع علي بن ابي طالب. انا ليه بتكلم في الحاجات دي؟ هم دول علي، اتباع وشيعة علي بن ابي طالب. علي بن ابي طالب من اخطر ما يمكن على الاسلام والمسلمين، اكبر واحد اذى الامه الاسلاميه، واغتصبوا وسرقوا مصطلح اهل البيت وحطوه على علي بن ابي طالب والحسن والحسين، مع ان ده كذب. ليه؟ لان اهل بيت النبي هم زوجاته فقط، طبقا لسوره الاحزاب، طبقا للقران. سيبك بقى من الاحاديث والروايات الكاذبه، حديث الكساء ومش عارف ايه، كل دي روايات كاذبه. ما انا قلت لحضرتك ان الشيعه حكموا المسلمين اكتر من 800 سنه، حوالي 800 سنه، اكتر ما السنه حكموا، ولذلك كانوا بيقدروا يتمكنوا من التغلغل في الكتب ويخشوا في الاحاديث والروايات ويدسوا فيها ما يخدمهم. حتى في البخاري ومسلم قدروا يخترقوهم ودسوا فيهم ما يخدمهم. ده شيء طبيعي، واحد حكم 800 سنه فلازم يعمل اللي هو عايزه عشان يخدمه. أرجو أن تكون الصورة وضحت نوعا ما، وهنكمل مع بعض كشف حقيقة علي بن أبي طالب، أخطر شخصية دمرت الإسلام، هو وأولاده الحسن والحسين. والسلام عليكم ورحمة الله.